من هنا لحد ما تشتري البطارية حافظ على جفاف الفرشة، على نظافة السقايات والعلافات، مفيش علف يقع على الأرض. والله العظيم هتوصل تقريبا لنفس النتائج اللي ممكن تحصل عليها من البطارية. الفكرة يا جماعة ان البطارية افضل من النشارة، ان التربية في البطارية بتوفر لك مساحة او عدد اكبر في غرفة واحدة او في مكان ضيق، وفي نفس الوقت بتمنع او بتقلل جدا مرض الكوكسيدي اللي هو بدوره بيسبب الكوليسترول، اللي هو بدوره بيعمل سموم وبيعمل نافق. فانت لو مسكت اصل المشكله اللي هي الكوكسيديا، خلاص يبقى الكوليستريديا بتقل، وبالتالي السموم اللي بتنتج من الكوليستريديا بتقل، فالنافق عندك في الاجمالي على مدار السنه بيقل. طيب الفكره دي اعتمدت على ايه؟ اعتمدت ان طول ما الفرخ بعيد عن السبله او ما بياكلش من على الارض، انت كده بتقطع دورة حياة الكوكسيديا. يعني علشان الكوكسيديا تنمو محتاج انها تتكاثر في النشار، فهو قال لك ايه بقى؟ خلاص انا امنع وصول الفرخ للسبلة بتاعته، فبالتالي اقطع دورة حياة الكوكسيديا. حلو الكلام. اللي ما عندوش فلوس بقى ومش قادر، او يا عم لحد ما ربنا يكرمك وتجيب بطارية، تعمل ايه؟ شوف يا سيدي، اولا مفيش حاجه اسمها رطوبه في النشاره، لان برضو الكوكسيديا اللي بتتكسر في النشاره دي محتاجه رطوبه، فانت لو قطعت الرطوبه من النشاره برضو قطعت دوره حياه الكوكسيديا. يعني الفكره هنا انك مش هتمنع الفرخ يوصل للفرشه، هو كده كده هينام عليها، لكن الفكره ان هي دايما تكون جافه مفيش رطوبه، فتقطع انت برضو دوره حياه الكوكسيديا، وهتوصل لنفس النتائج اللي في البطاريه لو نجحت في الكلام ده. يعني لو نجحت ان دايما تكون النشاره جافه، صدقني هتوصل لنفس النتائج الجميله اللي هقولك عليها دلوقتي. طب تعالى اقول لك فكره جميله قوي ازاي تقلل الرطوبه في النشاره. اولا تعتمد التهويه الجيده السليمه، عشان طول ما التهويه كويسه ده بيقلل الرطوبه في النشاره. ماشي يا سيدي، لو مش قادر تعمل كده، بدل ما تحضن في مكان ضيق حضن في مكان واسع شويه، خلي دايما مساحه الارض واسعه، على اساس ان لما الفرخ ينزل الزرع بتاعه ينشف قبل ما يتراكم عليه، ما يحصلش رطوبه من التزاحم. بدل ما تحضن على باكيتين في العنبر يا سيدي حضن على 3 ولا 4. دي فكره كويسه هتخلي لك دايما الرطوبه ضعيفه. بدل ما تفرش الخمسة 6 سم نشاره مره واحده والكتكوت يعرق او يحصل رطوبه على السطح العلوي، طب ما تفرش 2 سم ب 2 سم. اول 2 سم او اول اسبوع الكتكوت بيقلب النشاره لوحده فبتنشف وبتجف لوحدها. يبقى انت لما تفرش 2 سم بس في الاول، وتيجي بعد عمر اسبوع تغطي ال 2 سم دول بكمان 2 سم، معاك 4 سم، تيجي بعد كده تنقل الفراخ للنص الثاني، يبقى انت اكنك على عمر مثلا 10 ايام العنبر كله النشاره بيضه لسه جافه. تيجي بعد كده توسع على النشاره القديمه بعد ما تكون انت قلبتها شويه. ما تنساش تفرش جير طبقه كويسه تحت النشاره، فده بيقلل لك الرطوبه، بيمص رطوبه من النشاره. وطبعا ما ننساش العلف ما يقعش على الارض عشان الفرخ ما يروحش بنفسه ياكل العلف ملوث بالكوكسيديا. وكذلك السبله ما تقعش في العلافه، زي ما قلنا حلقه قبل كده الميزان بتاع العلافه يكون مظبوط، لا بيوقع على الارض ولا يسمح ان السبله تقع في العلافه. نفس الكلام في السقايه، كل يوم لازم العمال او انت لو بتربي في تربيه منزليه تغسل سقايتك كل يوم، على اساس ان النظافه او جنيه هتصرفه في الرعايه والنظافه احسن من 100 جنيه هتصرفه في الدواء والتحصينات والامراض والمشاكل. بكده انت بتحط نفسك على الطريق الصحيح لحد يا سيدي ما ربنا يكرمك وتجيب البطاريه. من هنا لحد ما تشتري البطاريه حافظ على جفاف الفرشه، على نظافه السقايات والعلافات، مفيش علف يقع على الارض. والله العظيم هتوصل تقريبا لنفس النتائج اللي ممكن تحصل عليها من البطاريه.